وسط حضور حشد كبير من أهالي الإسكندرية، شهد الدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية إجراء القرعة العلنية لوحدات إسكان الشباب، والتي جرت باستاد الإسكندرية على وحدات إسكان منطقة توسن بأبي قير وأم زغيو بالعمرية والكيلو 26. دكتور أسامة الفولي، النهارده يمكن محافظ الإسكندرية بيقوم بتسليم إسكان الشباب في محافظة الإسكندرية، سواء كان في توسن أو في كيلو 26 على مستوى محافظة الإسكندرية. دكتور أسامة، يمكن في أول سحب القرعة لإسكان الشباب بعد ثورة 25 يناير، النهارده بنقول إيه للشباب في الإسكندرية؟ بنقول إيه للمرحلة الجاية بإذن الله بالنسبة لإسكان الشباب؟ بقول الإسكان الشباب المشروع ماشي إن شاء الله، وعندنا عدد وحدات بنعمل بشأنه قرعة كل فترة إن شاء الله، اللي هو العدد اللي هو انتهى. لكن احنا المشكلة الأساسية عندنا في الإسكان الاقتصادي، لذلك بكلم الجميع وبناشد المجتمع المدني ان هو يساهم معنا في إنشاء وحدات اقتصادية للفئات محدودة الدخل. لكن بالنسبة لإسكان الشباب إن شاء الله تعالى احنا بنعجل في الانتهاء من الوحدات المتبقية، سواء في منطقة توسن أو في الكيلو 38 وفي الكيلو 26، وربنا يوفقنا إن شاء الله ونلبي رغبات الجميع بإذن الله. بالنسبة النهارده لتم سحب القرعة، موقفها إيه بالنسبة تم تسليمهم ولا؟ ما بالنسبة للنهارده حضرتك في وحدات محدودة موجودة في توسن، ولكن الوحدات الأكبر طبعا موجودة في الكيلو 26 وفي منطقة أم زغيو، وعلى هذا الأساس بيتم القرعة النهارده. الأعداد المتبقية يجرى بشأنها قرعة إن شاء الله خلال شهر بإذن الله. سيادة المحافظ، انتهز الفرصة حالة النظافة في محافظة الإسكندرية وانتهاء عقد الشركة الموقعة مع محافظة الإسكندرية على استكمال عملية النظافة. الوضع النهارده في الإسكندرية بالنسبة للقمامة؟ أنا بتمنى إن مواطني الإسكندرية هم اللي يقولوا، لأن بعد كده إن شاء الله احنا هنشوف آلية إن أهل إسكندرية نفسهم من خلال الأحياء يقولوا لنا موقف النظافة إيه، علشان نستطيع إن احنا نقيم أداء الشركة الجديدة. طبعا الشركة الجديدة هي شركة الله تعالى يمكن بالاشتراك مع شركة أخرى، لكن ده بيطمن أهل الإسكندرية إن احنا طول الفترة اللي فاتت ما كناش بننام، كنا على أعصابنا، لأن شركة مصرة على الانسحاب نتيجة لخلافات مالية وبتترك الإسكندرية. لكن احنا ما كناش يعني مهما أقول كنا على أعصابنا إزاي، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقنا في إن احنا نعقد هذا الاتفاق مع شركة والنهارده يمكن أول يوم للمقاولين، بس برضو عشان يكون الانتقال آمنا برضو الشركة القديمة بتسلم شركة، علشان طبعا احنا عارفين إجراءات التسليم والتسلم انتهى التعاقد معهم. انتهى، مش منتهى التعاقد، هم قرروا ان هم يتركوا. احنا لنا موقف قانوني واضح تجاه هذا الأمر، وبنعتبر ان هذا الأمر انسحاب دون مبرر من القانون. لكن علشان كده احنا بنشكر الشركات الوطنية اللي هي بتتصدى حل مشكلات مصر، وبنشكرها على انها بتدرك معنى الوطنية ومعنى التدخل في اللحظة المناسبة لكي تقف بجانب اهل البلد. فرحة من اهالي الإسكندرية الذين تسلموا الوحدات السكنية، ولكن البعض الآخر ينتظر فهل توفي محافظة الإسكندرية بطلبات المواطنين الذين تقدموا للحصول على هذه الوحدات؟ ناصر حسن، هنا الإسكندرية.